بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الإعراب وطريقة الإعراب وكيف نجعل الإعراب جميلا سهلا ميسرا للمبتدئين للصفوف الخامس والسادس والسابع. بداية لابد لنا أن نعرف بأن الإعراب مهم جدا جدا في حياتنا، سواء كان في تعاملاتنا اليومية أو في عملنا أو حتى والأهم من ذلك في قراءة القرآن الكريم، لأنه أي تغيير في حركة كلمة من الكلمات سيؤدي إلى تغيير المعنى تماما. لذلك علينا أن نبدأ خطوة بخطوة في سبيل أن يكون لدينا إعراب جميل وسهل وميسر. بداية أحبائي طلبة الصفوف الخامس والسادس والسابع، يجب عليكم أن تدركوا وتفهموا الإعراب. لماذا؟ أولا لابد لنا أن نعرف بأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، واللغة العربية ستكون محفوظة بحفظ القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة. اللغة العربية لها فروع ولها مهارات، مهارة التحدث والاستماع والقراءة والكتابة، وهذه المهارات تطبق في دراستنا في المدرسة. التحدث طبعا لديكم العرض الشفوي أو الحوار الشفوي. الاستماع مهارة الاستماع، ولديه أسئلة تقيس أو تقوم بقياس مدى فهم وإدراك الطالب. مهارة القراءة سواء كانت قراءة جهيرة أو قراءة صامتة. ولدينا الكتابة الذي يتمثل في التعبير الكتابي والتحريري، ومهم جدا أن تكون كتابتي صحيحة تتميز شروط صحيحة، سلامة لغوية، حتى أستطيع أن أقوم بإيصال الفكرة التي أريد أن أقوم بإيصالها لأي شخص. واليوم هو حديثنا عن كيف نستطيع أن نعرب بطريقة سهلة وميسرة. بداية حتى نقوم بالإعراب لا بد لنا أن نعرف الكلام والتراكيب والجمل التي نتعامل معها هي عبارة عن ماذا. فلو جئنا إلى الكلام نجد هنا الآن هذا مجموعة من الجمل ومجموعة من الكلمات، لا بد لنا أن نعرف الكلام الذي أنطقه والكلام الذي أكتبه هو عبارة عن ماذا. طبعا الكلام هو عبارة عن أقسام، قد يكون أسماء، قد يكون أفعال، وقد يكون حروف. وما الذي سنعرضه؟ سنقوم بإعراب هذه الأسماء وهذه الأفعال وهذه الحروف طبقا ووفقا لقواعد سوف تدرسونها من بداية الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر مرورا بمرحلة الجامعة. طبعا أنا سأركز على القواعد البسيطة التي تتمثل في ماذا؟ التي تتمثل في مرحلة المبتدئين الخامس والسادس والسابع، لأن هنالك قواعد أخرى سوف تدرسونها بإذن الله تعالى عندما تصلون إلى مراحل عليا. أولا الإعراب. يجب علي أنا كطالب سواء كان في مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية أن أدرك تمام الإدراك بأن النحو عبارة عن سلسلة. معرفتي للإعراب تعتمد على خبراتي السابقة، بمعنى أنا عندما أكون في الصف الثاني أو حتى في الصف الأول سأبدأ بدراسة الجملة والأسماء والأفعال والحروف مرورا بأنواع الجمل وغيرها من قواعد. هذه القواعد يجب علي أن أحملها معي إلى أن أصل إلى المرحلة الجامعية، لأن النحو سلسلة وحلقات تتصل ببعضها البعض. فنقول بأن الإعراب عبارة عن سلسلة ذات حلقات مستمرة تصل إلى ما بعد الجامعة، وعلينا أن نفهم تلك القواعد، نحفظها ونطبقها معا. لذلك سأحاول بقدر الإمكان أن أبسط الصورة وأن أعطي الطالب فكرة بأن النحو ليس صعب وبأن الإعراب شيء جميل جدا ومتميز. بداية لا بد لنا أن نتعرف بأن لدينا في اللغة العربية عوائل. ما هي هذه العوائل؟ سنشرحها في الصفحة القادمة، ولكن بداية نريد أن نتعرف على الحركات الإعرابية. درستم حركات إعرابية. هذه الحركات الإعرابية قد تكون عندي حركات
أصلية وحركات فرعية. الحركات الأصلية هي الضمة أو الفتحة والكسرة. الضمة معروفة للرفع، الكسرة للجر، والفتحة للنصب. أما الحركات الفرعية فهي عبارة عن ماذا؟ حركة الرفع فقد تكون الواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة فيرفع بالواو. علامة الرفع بالألف إذا كان مثنى. الجر ينصب ويجر بالياء إذا كان جمع مذكر سالم وكان مثنى ومن الأسماء الخمسة. إذا كان عندي من الأسماء الخمسة سينصب بالألف ولكن يجر بماذا؟ بالياء. فسنلاحظ هنا معرفتي لهذه العلامات مهم جدا في مرافقتي للإعراب، لأن هنالك الكثير من الطلبة الذين يخفقون في ربط الإعراب أو الموقع الإعرابي بالحركة، فقد يقول فاعل مرفوع بالفتحة أو مفعول به منصوب بالكسرة. طبعا لا بد لي أن أحفظ هذه الثوابت، هذه ثوابت ومعروفة. الضمة للرفع، الكسرة للجر، والفتحة للنصب. يجب علينا أن نقوم بحفظ هذه الثوابت. كذلك أيضا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. الأسماء الخمسة لديها قاعدة ثابتة، تنصب بالألف، ترفع بالواو، تجر بالياء. أما بالنسبة للمثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن هذه حركات إعرابية ثابتة علينا أن نحفظها، نفهمها، نطبقها. أخبرتكم سابقا بأن لدينا عوائل في الإعراب. ماذا نعني بهذه العوائل؟ بمعنى أنها قواعد ثابتة تعارفنا عليها من عند العرب أو عرفت من عند العرب. المرفوعات، المنصوبات، المجرورات. إذن دائما 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 هذه العائلة ستكون مرفوعة، وهذه العائلة منصوبة، وهذه العائلة مجرورة. مثلا لما نأتي إلى المرفوعات، من الذي يسكن في عائلة المرفوعات؟ الفاعل، نائب الفاعل، اسم كان، خبر إن، المبتدأ، الخبر. دائما دائما إذا وجدت فاعل إذن هو مرفوع. بماذا مرفوع؟ قلنا في الصفحة السابقة بأن الرفع له الضمة، صديقة الضمة. إذن مباشرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الخبر من عائلة المرفوعات، ونحن نتفق بأن العلامة الرفع هي ماذا؟ الضمة. وهنالك علامة فرعية حسب أنواع الكلمة، هل هي جمع أم مثنى أم الأسماء الخمسة. عائلة المنصوبات، جميع المفاعيل، أي كلمة نطلق عليها مفعول مباشرة نعتبرها ماذا؟ منصوبة. مثلا المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول فيه، اسم إن، خبر كان. هذه المفاعيل جميعها إذا كان باسم إن وخبر كان تعتبر من عائلة المنصوبات. ومثل ما اتفقنا بأن الحركة التي تكون صديقة للنصب هي من الفتحة كعلامة أصلية، وهنالك علامة فرعية وهي الياء في جمع المذكر السالم والمثنى، والألف في الأسماء الخمسة. أما من الذي يسكن في عائلة المجرورات؟ يسكن في عائلة المجرورات الاسم المجرور والذي يسبق بحرف جر. طبعا درستم حروف الجر ما هي؟ دائما ما بعده اسم مجرور، وقلنا صديق الجر هو من الكسرة إذا كان أصلي، وإذا كانت علامة فرعية جمع مذكر سالم والمثنى الياء، والأسماء الخمسة أيضا الياء، والمضاف إليها أيضا كذلك من عائلة المجرورات. إذا معنا نتفق دائما ويجب علينا أن نحفظ من يسكن في كل عائلة من هذه العوائل. هذه فقط كقواعد مبدئية، ولكن هنالك قواعد أخرى ستدخل في عائلة المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ولكن ستدرسونها طبعا في مراحل عليا ومراحل متقدمة. الآن سننهي المقطع وسأكمل بعض القواعد الثابتة وخطوات الإعراب في مقطع آخر. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.